بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بيكم. أول فيديو في 2024 في 2024، واللي هنستعرض فيه سلسلة حل كتاب المعاصر على الإكسرسايزز الموجودة على اليونت. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بيونت 1 Coming Home Lessons 1 and 2 page 21، الجزء الخاص بالإكسرسايزز على الفوكابولاري. يلا بينا نسمي الله ونبدأ with question 1. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. Number 1. I read your وبعد كده مديني سبيس فراغ and I will call you later. يعني أنا قريت إيه الخاص بيك وهكلمك فيما بعد. مديني view يعني وجهة نظر أو رؤية أو منظر طبيعي. music يعني موسيقى. message يعني رسالة. وروتين يعني روتين أو أعمال يومية. وبالتالي فأنا قريت رسالتك وهرد عليك فيما بعد. Number 2. حسن has A أو an. حسن عنده إيه today النهاردة with the manager for the new job. يعني حسن عنده إيه النهاردة مع المدير علشان أو للوظيفة الجديدة. مديني روتين، قلنا روتين يعني أعمال يومية. مديني كلاس يعني فصل أو درجة. انترفيو يعني مقابلة شخصية. ويعني طريق أو طريقة. طبعا هيكون عنده انترفيو النهاردة مع المدير مقابلة شخصية. Number 3. Come and sit on this comfortable. تعال واقعد على هذا المريح. إيه المريح؟ 4 people can sit on it. يعني 4 من الناس يقدروا يقعدوا عليه. طيب مديني armchair ده كرسي مريح وده بيقعد عليه شخص واحد بس. كابورد يعني دولاب او خزانه بتاعه المطبخ. صوفا يعني كنبه. وشير يعني كرسي. طبعا انا عندي صوفا هي الوحيده اللي ينفع يقعد عليها 4 اشخاص. Number 4. I always space my friends. انا دائما اصدقائي. I don't phone them. انا مش بتصل بيهم. بيقول لي تكست يعني يراسل رساله نصيه. ميكس يعني يخلط. فيكس يعني يصلح. وتراي يعني يحاول. طبعا I always text يعني ارسل رسائل نصيه الى اصدقائي. Number 5. My daily وبعد كده بيقول لي is interesting. ايه اليومي عندي بيكون interesting شيق. I enjoy doing different things every day. انا بستمتع بعمل الاشياء المختلفة كل يوم. عندي ميل وجبة. عندي روتين يعني الاعمال اليومية او الروتين. عندي ريبيت يعني يعيد. وعندي درينك يعني يشرب او مشروب. طبعا هتكون روتين. My daily routine is interesting. Question number 6. Can you tell me about your typical وبعد كده مديني space routine. ممكن تحكي لي او تقول لي عن الايه النموذجي او الروتين الايه النموذجي. مديني ديري يعني منتجات البان. وعندي الدايري اللي هي DIARY دي مفكره يوميه بس مش موجوده عندي في التشويسز في الاختيارات. ومديني دايل يعني يتصل. ومديني ديلي يعني يومي. ومديني ديل يعني صفقه او اتفاق. طبعا هنا بنتكلم على التيبيكال ديلي روتين يعني الروتين اليومي النموذجي. Number 7. My grandparents أجدادي live in a بيعيشوا في of flats حاجة من الشقق. عندي house يعني منزل. عندي black يعني اسود. عندي block يعني مجمع سكني block of flats. وعندي chest لوحدها يعني صدر فهتكون block of flats يعني مربع سكني. Number 8. Taking photos is one of my. التقاط الصور بيكون واحدة من الإيه بالنسبة لي. interests يعني اهتمامات. وعن subjects يعني مواضيع أو مواد دراسية. texts يعني نصوص. blocks يعني حواجز. فطبعا هتكون interests اهتماماتي. Number 9. My mom always بعد كده بيقول لي my breakfast. احنا كده بنتكلم على البريكفاست ده الوجبة. والوجبات بيجي معاها have وبيجي معاها make. بيجي معاها have لو بنتناولها وبيجي معاها make لو بنحضرها فهتكون makes my breakfast. طبعا gives does deletes مش هتنفع. gives يعني يعطي. does يعني يفعل. ودeletes يعني يمسح او يمحي. وطبعا does مش هتنفع مع breakfast هي make breakfast. Number 10. She doesn't like football. هي مش بتحب كرة القدم. she a tennis عايز يقول لي ان هي بتحب او بتفضل التنس. buys يعني تشتري. spends يعني تقضي او تنفق. prefers يعني تفضل. وجوز يعني تذهب. طبعا هتكون prefers tennis هي بتفضل التنس مش بتحب كرة القدم. Question number 11. الأخبار is a. الأخبار دي بتكون ايه؟ newspaper جريدة. we can buy it every day. احنا نقدر نشتريها كل يوم. بيقول لي weekly يعني أسبوعي. yearly يعني سنوي. monthly يعني شهري. daily يعني يومي. وطبعا هنكون every day فهتكون daily. Number 12. This space sells delicious bread and cake. هذا المكان يعني اللي هو ايه بيبيع delicious bread خبز لذيذ وكمان كيكس وكيكه. عندي butchers يعني محل الجزارة او الجزار. bakers يعني المخبز. ومديني chemists يعني الصيدلية. ومديني green grocers اللي هو سوق الخضار او المكان اللي بيبيع خضار. فطبعا علشان هو مديني delicious bread and cakes بيتكلم على الخبز والكيك فهتكون bakers. Question number 13. A أو an space A is a formal meeting in which someone asks you questions about yourself and your life. ايه اللي بيكون اجتماع رسمي فيه شخص ما بيسألك بعض الأسئلة. الأسئلة دي بيكون عن نفسك وعن حياتك.
بيقول لي activity يعني نشاط، ولا interview مقابلة شخصية، review يعني مقالة نقدية، وview يعني منظر طبيعي أو وجهة نظر، فهنكون interview لأنها مقابلة شخصية. Number 14. Space is the fixed and usual way of doing things. إيه هي الطريقة الثابتة والمعتادة لفعل الأشياء؟ بيقول لي بروتين اللي هو البروتين، weekend يعني نهاية الأسبوع، روتين يعني الروتين أو العمل المعتاد، interview يعني مقابلة شخصية، فهتكون طبعا روتين لأنها عمل ثابت. Number 15. He couldn't finish his work. هو ما قدرش يخلص الشغل بتاعه. بعد كده بيقول لي he looks worried. هو يبدو انه قلقان. عايز يديني من تحت هنا conjunction، عايز يديني رابط يربط الجملتين ببعض. بيقول لي باي يعني بواسطه، that's why وبسبب ده، because بسبب، when عندما. طب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ بص يا سيدي، that's why وبسبب ده بيجي بعده نتيجه الشيء، مش بيجي بعده السبب. لكن because بيجي بعده السبب. يعني نقول مثلا he looks worried because he couldn't finish his work. هو يبدو ان هو قلقان لان هو ما انهاش العمل بتاعه. لكن that's why بيجي بعدها النتيجه، فنقول he couldn't finish his work، هو ما خلصش الشغل بتاعه. that's why وبسبب ده he looks worried، وبسبب ده he looks worried يعني علشان كده هو باين انه قلقان. Number 16. What do you do؟ ماذا تفعل؟ وبعد كده بيديني holiday طبعا ده يوم من الايام، وايام الاسبوع والايام الشهر والايام عموما بيجي قبلها on، فتبقى on holiday. وبكده يكون انتهينا من جزء الاكسرسايزز الخاص بالفوكابولري على lessons 1 and 2 في يونت 1. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ووصل لكم معلومه جديده، او على الاقل اكد معلومه قديمه. ولو ده تم بالفعل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد علشان نستعرض فيه جزء اللانجوج او الجرامر الخاص بليسونز 1 and 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.